السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وتنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في صحة جيدة وفي أحسن حال. ومرحبا بكم فيديو جديد ومع اقتراح جديد. اليوم غادي نوجد معكم الفول المنقوب. تيجي رائع، تيجي لذيذ. عشاق الفول بانوا هنايا غادي نوجدو معكم بعش منه. تيجي روعة 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 بزاف، تيجي لذيذ، تجي المريقة ملبية، تيجي طايب زبدة ما شاء الله، تيجي بنين وتيجي ما تشبعوش منه. هذه وقيت دابا القطاني مع هذا البرد هذا، علاش ما نوعوش بها الاطباق ديالنا. وبلا ما نطول عليكم دوزو الوصفه ديالتنا وبسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي هنا ليله قبل، تنوجدوه ليله قبل. هنايا شديت الفول عندي نص كيلو، تبقى الكميه على حسب كل واحد. بطبيعه الحال نقيته مزيان وغسلته مزيان. غادي نديرو في شي اناء، في شي بانيو ولا شي حاجه. انا درتو في هذا البواطه. غادي نغمرو بالماء، غادي نفزقو بالماء ولكن نغطيه بالماء مزيان باش غادي نبيتو ليله كامله يرطب في هذا الماء. غادي نحاولوا نغطيوه بالماء مزيان هكا باش محيت تيشرب داك الماء وتيتنفخ. نديروا له الماء الكافي اللي غادي يرطب لينا هذا الفول هذا. صافي وغادي نغطيه ونخليه حتى الصباح وعاد نرجع معاه. انا هنايا درتو في الليل بحال كامل، تنبغوا نوجدوا قطنيان ونفزقوها في الليل. صافي هنايا الصباح درتو هنايا، درتو في هاد الشبكه تاع قطر. راني هنايا حيدت له داك النباته ديالته بالموس. وخليت انا شي حبيبات غادي نوريهم معاكم. حيدت له هذيك النباته بهذا الشكل هذا، وتتكون هي في الاول بحال هكذايا. دابا غادي نحيدها، انا خليت شي حبيبات هكا باش نوريكم هكا باش الفيديو ما يجينيش طويل. صافي تناخذ الموس وتنحيد له داك هذيك الفوقانيه، ديك القشيره الفوقانيه بهذا الشكل هذا. وهنا ضروري نختاروا الفول اللي تيكون جديد، تيكون ممسوش، بحيث هذا الفول المنقوب تلقاو فيه واحد البخوشه لداخل في الفوله. لهذا خصنا نختاروا شي فول يكون هكايا ممسوش. هذا عندي نقي ما مسوس ما والو، اختاريته جديد عجبني صافي خديته. الا كان هكايا فول مسوس بالاحسن ما تاخذوش. صافي ولا بانت لكم هكا شي حبه هكايا فيها شي سوسه، تبقاو هكا متبعينها تحيدوها، تحيدوا داك السوسه ديالتها، ولا كاع حيدوا زولوا داك الفوله نهائيا. صافي هنا خديت طنجره ديال الضغط، درت داك الفول اللي بطبيعه الحال صافي راه منقي مغسول ناضي. صافي هنايا غادي ندير له واحد نص معلقه ديال المعجون ديال الثومه، ولا ديروا فصوص ديال الثومه حكوهم، شي 4 ديال الفصوص هكا حكوهم. وغادي ندير واحد البصله متوسطه مقطعه رقيقه غادي نديرها، وغادي ندير الملحه. صافي هادشي اللي غادي ندير في الاول. وغادي ندير الملحه وغادي ندير الزيت، زيت روميه، زيت العاديه. غادي نستعمل حتى الزيت البلديه ولكن في الاخر. غندير دابا الزيت الروميه، غادي ندير الكميه اللي غادي تشحر ليا هاد البصيله مع هاد الثومه والفول. ما نكثرش حيت مازال غادي نزيد زيت الزيتون. صافي غادي نديه فوق البوطه تكون العافيه متوسطه، ونشحروا مزيان في هاد البصله وهاد الثومه. تيطلقوا مزيان، تنبقى نحركهم هكا باش ما يتحرقوش. تنبدا نحركهم هكا مره وتنخليهم حتى يتقلاو مزيان. هذا السر ديال هاد القطاني هكا بهذه الطريقه هذه تيعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف. هذيك البصله مع الثومه تيتشحروا مع القطاني بهذا الشكل هذا، تعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف. صافي هنا من بعد ما قليتهم مزيان، هنايا عندي صلصه ديال الطماطم. تنكون دائما موجدها من قبل. ولا تشدوا 2 حبات ديال الطماطم ديال المطيشه، تحكوها في الحكاكه اللي تتكون رقيقه. 2 حبات يكونوا متوسطين. صافي درت معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مدقوقين. غندير معلقه هكا ممسوحه ديال الخرقوم او الكركم، معلقه ديال البابريكا او التحميره. هنا الا لاحظتوا معايا تنوريكم المعلقه راها صغيره، راه ما تنكثرش العطريه، تندير غير القياس. عندي واحد القريعات ديال العطريه معلقه صغيره بزاف. المهم كنهضر لكم على العبار، المعلقه ديال اللي تنحركوا بها القهوه. صافي ودرت هنايا واحد نص معلقه ديال القزبر يابس حبوب، وتبقى دائما اختياري ولكن راه تيخليه داك القطنيه ما تضرناش، وتيعطي واحد المذاق اللي زوين. صافي هنايا ما عنديش الفلفله حاره مطحونه، درت الهريسه، ودائما الحار تبقى اختياري. درت معلقه صغيره ديال المركز ديال الطماطم. صافي نخليهم عاوتاني يتقلاو واحد شويه يتشحروا مع بعضياتهم. عاد من بعد نزيدوا المريقه اللي غادي نروي، الماء اللي غادي نرويو به هذا الفول. وبالاحسن هكا نديروا الماء يكون سخون باش ما ياخذناش طياب وقت طويل. صافي وبقات لنا حاجه وحده ما درتش الكمون.
الكمون غنخليه حتى الاخر هو وزيت البلديه. هنا غمرته هكايا بالماء سخون، وغادي صافي غادي نسد على الكوكوط ديالي، غادي نخلي العافيه مهيله. غادي الاحسن نطيبو هكا على العافيه اللي تكون مهيله، والعافيه المهيله تخلي الحاجه طيب دغيا. فهمتي تدخلها طياب دغيا. وهنا من بعد ما داز واحد 35 دقيقه بطبيعه الحال خليته حتى بدات تصفى الكوكوط، عاد نقصت عليه البوطه. هنا عريت عليه من بعد ما داز 35 دقيقه صافي عريت عليه. هنا قلبته راه طايب هو هذاك. صافي هنايا غادي نضيف له هنايا الكمون، تنخليه اخر حاجه. الكمون تيتواتى بزاف مع الفول، عكس ديال اللوبيا والعدس راه ما تيبغيوش الكمون. صافي وغادي نزيد زيت البلديه حتى هي تتواتى بزاف مع الفول، خليتها حتى هي حتى الاخر باش يبقى المذاق ديالها باين في هاد الفول. هذا تيبغي الفول تيبغي زيت البلديه بزاف. صافي وغادي نخليهم هنايا راه طايب. دابا غادي نجهد عليهم، ماشي غادي نجهد البوطه، غادي نخليها متوسطه وما غاديش نسد الكوكوط. غادي كما شفتوا غير رديت عليها الغطايه وخليتهم يتشحروا واحد ربع ساعه وصافي. وغادي نطفي عليه الكوكوط ونغطيها ونخليه هذيك المريقه، نخليو هذيك المريقه فيه. المهم تنهضر مع المبتدئات، اي قطنيه ملي تطيب تنخليو واحد شويه د المرقه حتى للساعه اللي غادي نقدموا الطبق ديالنا، تتجي هي هذيك تتشرب ديك المريقه وتتجينا عاقده وتتجينا ملبيه. ما نشفوش هذيك القطنيه في الاول نشحروها بزاف، لا ضروري نخليو واحد شويه ديال المريقه حتى الساعه اللي نبغيو نقدموا الطبق ديالنا. وهنايا من بعد ما صافي بغيت نقدم هنايا الطبق، صافي راه المريقه تتشرب كما تتشوفوا. انا دابا تنحط في الطبسيل، ما بقاتش ديك المريقه اللي خلينا فيها راها تشربات. ضروري نخليو واحد شويه ديال المريقه في القطنيه ديالتنا من نبغيو حتى الساعه اللي نبغيو نقدموها، فهمتوني؟ صافي هنايا كنقدم معكم الطبق ديالنا. هنايا زينته بشويه ديال الزيتون حمر، تيبغي هكايا زيتون حمر وبطبيعه الحال تيبقى اختياري. وخويت عليه شويه ديال زيت البلديه من الفوق، تيتواتاو بزاف تيجي رائع. هذا هو الشكل النهائي ديال الفول اللي قدمت معكم، وتنتمنى من الله يعجبكم. بالخصوص تنهضر مع المبتدئات، هذه هي الطريقه اللي تقدروا توجدوا بها الفول، تيجي بنين بزاف ما تشبعش منه، تيجي رائع، تتجي المريقه ديالته معلكه وتيجي طايب زبده. بطبيعه الحال الا كان الفول ما تيطيبش ما طيابش غادي ياخذ لكم وقت، ولا كان طياب راه تيطيب بسرعه وتيجي رائع بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديالو. تنقدم لكم الصحه والراحه، وتنقول لكم تلاقاو ان شاء الله فيديو لاحق مع اقتراح جديد. مع السلامه.